ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايوه هو كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. ده ايه؟ ده جمام. انا نزلت. كنت لسه نازله الشارع انا والولاد، ببص لقيت واحد كده ماسكهم وجاي جايبهم في ايده وجاي. رحت قلت ايه والله لاخدهم، انا كده كده كنت محتاره اصلا هعمل ايه غدا. رحت خدتهم وطلعت على طول. دبحتهم كده على السطوح كده علشان ما يوسخوش الدنيا، وقلت هعملهم واعمل جنبهم شوية مكرونة وخلاص وناكلهم وخلاص بقى. مش هطلب في الوقت، يعني انا الحقيقة كنت هطلب دليفري لاني كنت مكسله اعمل اكل. فرحت لقيت بقى ايه الراجل ده. رحت خدتهم بقى وهو هنضفهم وهعمل لهم. الحقيقه كان طعمهم تحفه، كانوا يعني كأن فيهم سكر كده. انا بحب الجمام جدا جدا جدا. الشوربه بتاعته بتبقى خطيره، فيها سكر. فهنا دبحتهم وهريشهم. يعني هو يعتبر كانوا عاملين زي العصافير الصغيرة. كانوا صغيرين كده بس طعمهم بصراحة طعم خالص. هعملهم وهريشهم. يعني هو كان الأغلب بتاعهم أصلا ريش. كان انا كنت كتير بصراحة بشوف الراجل ده معدي، بس كنت بقولي لا مش وقته، او كنت ببقى رايحة مشوار. بس هو بصراحة ايه جالي من السما، لان كان نفسي فيه خالص. المهم هريشهم معاكم اهو. واوريكم هعمل ايه في الغدا السريع اللطيف ده. يعني انا الولاد اصلا ما كانوش راضيين يخلوني اذبحهم، كانوا عايزين يلعبوا بيهم. معلش بقى سامحوني بقى على ايه، على صوتي اللي رايح، عشان واخده دور برد ابن لذينه. فدعواتكم ليا بقى. هريشهم بقى ايه، وعايزه اقول لكم ان هم طلعوا عينيا، والله طلعوا عينيا. يعني بعد ما جبت وكده، لان انا اصلا ما بحبش اريش، يعني انا اعمل اي حاجه الا الريش ده. يعني اللي الوحيده حبيبتي سموحتي هي اللي لما بحب اريش حاجه مثلا تروح تيجي تساعدني فيها، او اودي للراجل اللي بيريش. لكن انا ماليش في الريش خالص. فهنا هو اللي هو هريشهم زي ما انتوا شايفين. بصوا هو طعمه زيه زي الحمام عادي، بس ايه الفرق بين ده والحمام ده؟ حجمه صغير قوي قوي، اللي هو ايه، لا يعني مش هنحشيه او كده علشان اصلا ما فيهوش. يعني ما فيهوش ليه نحشي؟ لا هو كده وبيتسلق، والشوربه بتاعته بتبقى خطيره. بنعمل بيها شويه مكرونه او شويه رز وخلاص. يعني تابعوني هتشوفي، يعني هتشوفوا انا عملت ايه يعني. هريشهم اهو زي ما انتوا شايفين. لو انتوا بتعملوه بطريقه تاني يا ريت عرفوني، قولولي كده في الكومنتات. لا احنا بنعمله كده. بنحشيه بفريك، بنحشيه برز. يعني انا هعمل لكم مره ان شاء الله الحمام، وهتشوفوا انا بحشيه ازاي وبعمله ازاي. بس برضو لازم تفيدوني بخبراتكم. وطبعا ما انصحش اي حد ان هو يريش وهو واقف على البوتاجاز خالص. يعني هو المفروض انت تريش عشان رجلك وظهرك. انا عن نفسي بس انا علشان التصوير وكده، وعلشان دول يعني ما خدوش وقت جامد فعملتهم وانا واقفه. لكن غير كده طبعا كنت بحط الطبق اللي بريش فيه ده في الارض، وبقعد عادي بريش في الارض وانا قاعده على الكرسي بتاع المطبخ. ف عشان رجليكوا طبعا وصحتكم. بصوا طبعا هو يعني انا خلاص كنت خلاص في اخر دول كانوا 10. خدتهم بكام؟ ب70 جنيه. خدتهم بكام؟ ب75 جنيه. انتوا بتشتروا ارخص ولا اغلى؟ يعني عرفوني كده. طبعا شلت اهو الريش، كنت خلاص خلصتهم وشلت الريش في كيس عشان ما يبهدلش الدنيا ورميته. وبعدين بقى هحطهم في الطبق في الحوض علشان هشطفهم. بصوا هشطفهم زيه زي الفراخ عادي او زي الحمام. وخدوا بالكم يعني فعلا ما بيكونش زفر. يعني فعلا اللي لاحظته فيه ان هو ما بيكونش زفر خالص، ما شاء الله بيبقى حلو خالص. وكمان التوابل بتاعته لما بتحطوا له توابل في الشوربه بتبقى خطيره. جربوه يا جماعه لما تلاقوا حد كده نفعوه يعني.
الراجل قال لي والله احنا لما حاولت افاصل معاه وكده، فقال لي ده احنا من الصبح 5 رجاله بيصطادوا في دولة ومش عارفه هو ايه. فقلت لا خلاص ايه، يا ريت اي حد تشوفوه كده تنفعوه. آه فهنا هو بقى ايه، هفتحهم هتلاقي القنصة والكبد بتاعته صغنونة برضو خالص. لا ما بصوا، لا ما حبيتش ان انا احشيه فعلا، هو ما ينفعش يتحشي. صغنون خالص ودقيق خالص، فلا ما حبيتش ان انا احشيه. هنا هغسله اهو، فتحت قلبه كده وهغسلهم غسلة حلوة. هطلع الاول الكبد والروانس والمصارين بتاعته كده، وجنبي برضو الكيس هطلع وارمي فيه على طول، علشان ما اخدش وقت او يوسخ الدنيا. فهو هشطفهم شطفة حلوة وهجيلكم. ما تنسوش يا جماعة تذكروا الله دايما كده وتصلوا على الرسول، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اي حد بيسمعني بالله عليكم ادوني ثواب وانتوا خدوا ثواب. صلوا كده على النبي كتير واذكروا ربنا كتير، عشان الخير والبركة والايام اللي احنا فيها دي تعدي على خير وبجبر خواطر وعلى كل خير ان شاء الله يا رب. فما تنسوش طبعا تصلوا على النبي 10 مرات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خلي الايام التقيله اللي احنا فيها دي تعدي بسلام، فعشان كده لازم نستعين بربنا بقى في كل حاجه. هنا مسحت البوتاجاز اهو، علشان هحط بقى ايه الشوربه اسلقهم وكده. انا كنت ملحتهم وهشطفهم وهحطهم. هي البوتاجاز كان نظيف بس كان طاير عليه ريش، يعني كان فيه ريش كده، فقلت ايه لا هخلص وبعدين بقى يبقى ظبطه كله بالمره. هنا هي الحله اللي انا حطيتها علشان هسلق فيها، بس هغطيها علشان تغلي بسرعه، علشان ايه انجز بقى، لان انا كده خدت ايه وقت طويل. فهو كانت غليت الميه، هنزل بقى ايه بالعصافير بتاعتي ده بالجمام. هنزل بيه اهو، وهي الميه طبعا بتغلي. بعدين هوريكم هحط ايه الحاجات التوابل اللي انا هحطها فيه. حطيت ورق لورا، وهحط فلفل اسود، واحط طبعا بصلايه وطماطمايه في الشوربه دي بتاعتها، وهسيبهم بقى ايه ياكلوا نفسهم كده مع مكعب مرقه. الله، كانت الشوربه هوريكم الشوربه بتاعتها في الاخر شكلها عامل ازاي. اهو ده الفلفل الاسود. ممكن تحطوا كبيبه صيني، برضو بيخلي طعم الشوربة خطير. وممكن قرفة طبعا. بصوا كل اللي انتوا حابين بتحطوه في الشوربة براحتكم عادي، روزماري اي حاجة اللي انتوا حابين تحطوه. على حسب ما انتوا متعودين بقى تسلقوا ايه، قصدي تسلقوا في الفراخ في ايه، يعني تعملوا ايه. انا ممكن احط طماطم وبصل بس، ممكن احط ورق لورا وبصل بس، عادي مش بتفرق. يعني اهم حاجة ان هي تطلع ايه خطيرة في الاخر وانتم متعودين عليها. لازم يكون طبق الشوربة شوربة كده. اهو هحط الطماطمايه وهحط البصلايه. بعدين هغطي الحله واسيبها بقى ايه مع نفسهم كده يغلوا كده غلوه حلوه كده ويتسلقوا، وارجع لكم. هقلب اهو كيس مكرونه زي ما قلت لكم، هعمل جنبه مكرونه بس. هقلب كيس المكرونه. وطبعا هو اللي كان خلاص قرب يستوي، الشوربه بتاعته كانت خطيره. هقلبه وهاخد من الشوربه بتاعته دي هحطه هسقي المكرونه بيها وخلاص. يعني بصوا شايفين الشوربه اصلا بقت عامله ازاي، ما شاء الله خطيره. يعني عايزه اقول لكم احنا شربنا في شوربه لما قلنا، بس كانت تحفه يعني فظيعه. انا بحبها، كل واحد بقى ونفسه. انا والولاد وكان جوزي كان جه برضو، فعجبته الشوربه ويعني بالهنا والشفا بقى.
بصوا هوريكم شكلها اهي، شايفين شكلها كان عامل ازاي؟ الشوربه خطيره. طبعا كان المكرونه عندي استوت، هحمر بس الكبد والقوانص كده. هما دول اللي طلعوا منهم، هحمرهم علشان هرميهم على المكرونه بعد ما تستوي وخلاص. اهو هحطهم كده على المكرونه بعد ما استوت، او هتاخد يعني كانت خلاص هتتشرب، وهغطيها وخلاص. هنا كان خلاص بقى اللي هو خلاص قرب كل حاجة تستوي، وهوريكم وانا بغرف. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت يا جماعة، علشان ان شاء الله كل حاجة جديدة بعملها توصل لكم، وان شاء الله تنول اعجابكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة، بتفكرنا كده بالمكرونة بتاع زمان كده، والاكل اللي كان ليه طعم ونفس. يلا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، واسيبكم على خير.